السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ايه رأيكم بقى نعمل النهاردة وصفة من ايام الزمن الجميل، ايام امهاتنا وجداتنا. وصفة جميلة قوي، بس مش هقولكوا على اسمها. انا عايزاكم انتوا بقى لو شاطرين فعلا تعرفوا ايه الطبخة دي. اهلا بيكم في قناتي احلى وسهلة مع صافي. النهاردة هنعمل الوصفة الجميلة ديت. هي فيها ملوخية بس مش اكلة ملوخية ولا حاجة. تعالوا مع بعض نعرف المقادير والطريقة. معايا هنا فول مدشوش مجروش ومتقشر طبعا. معايا ملوخية ناشفة، ومعايا ملح وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وكمون ونعناع ناشف. المكونات بسيطة جدا، ومعايا طبعا توم مهروس. أكلة سريعة وبسيطة بس طعمها جميل جدا، هتجربوها وتعجبكم قوي. أول حاجة طبعا لازم أغسل الفول كذا مرة، أشطفه كذا مرة. بعد كده هصفيه من المية. طبعا عبل ما الفول اتغسل واتصفى انا حاطه حله على النار وفيها شويه ميه على قد الكميه اللي انا هعملها. نزلت بالفول في الميه المغليه، وطبعا هنشيل الريم اللي على الوش ده بالمعلقه. تمام. هنسيب الفول المجروش ده يغلي كذا غلوه، بس كل شويه اهرس فيه كده بظهر المعلقه، علشان انا عملت الطبخة دي قبل كده، بس يعني ضربت المكونات كلها في الخلاط. بس بصراحة الطريقة دي احلى. انا بحب الجرشة بتاع الفول اللي هو يعتبر مكسر بقى عن الاول. بحب الجرشة بتاعته كده وانا باكل يعني، بتبقى احلى واطعم. نزلت بقى هنا بالتوابل والملح والنعناع، وبعد كده نزلت بالملوخية الناشفة. هقلبها كويس وهسيبها بقى على النار، نار يعني متوسطة شوية كده. هتغلي من 3 ل4 5 دقايق بالكتير، لحد ما المكونات تمتزج ببعضيها زي ما احنا شايفين. وخلي بالكم من حاجة، هي في الأول بتحسوا إن القوام رقيق أو خفيف، بس هي بعد كده اما بتبرد خالص القوام بيبقى غير كده خالص. طفيت عليها وهحمر طبعا الثوم المهروس في زيت او سمن، ولما يوصل اللون الذهبي الجميل ده هنزل طبعا بيه على مش هقول برضو اسم الطبخة. مش هقول الاسم، انتوا اللي هتقولوا. ما شاء الله، شايفين بس يعني شكلها يعني كفاية بصراحة يعني. هاخد شوية برضو من الحلة وانزل بيهم في الطاسة اللي انا عملت فيها التوم، علشان نضيف بقية التوم اللي موجود ده بقى، كل المكونات كده مع بعض. ويلا بقى نغرف احلى طبق. مش هقول برضو، مش هقول، انا عارفة ان في ناس كتير عارفين الوصفة. وزي ما قلتلكوا على فكرة، هسيبها لما تبرد. ممكن ايوه احط على الوش حبة توم كده متحمرين، وممكن شطة لو بتحبوا الشطة. هي بصراحة بيبقى طعمها احلى بالشطة. افكركوا تاني، هي بتتاكل باردة ومع الف سلامة.